تعود لفترات مختلفة من تاريخ العراق الحديث. المتحف شد انتباه الطلبة بمعروضاته، خاصة ما ارتبط منها بالحقبة الملكية. ميثم الشيباني زار المعرض ووفانا بالتقرير الآتي. استهواه عشق التراث منذ طفولته، فبدأ بتجميع العملات النقدية العراقية القديمة ولمختلف الفترات السياسية والمسكوكات التذكارية والأوسمة والأنواط التي منحت على مدى الحكومات المتعاقبة، والطوابع البريدية جمعها في هذا المعرض الذي أقامه ليتعرف زملاؤه الطلاب على مجريات تاريخ وتراث العراق في كلية الزراعة بجامعة القادسية. كنت أجمع بشكل بسيط وعشوائي مرور الزمن لما تعرفت على الحضارات الفعلية وقمت أقتني كتب حتى توضح لي التسلسل الزمني لها والتتابع. بديت أجمع العملة العراقية أولا، دور المسكوكات التذكارية، دور الأوسمة والأنواط والطوابع، ودور بديت كل شيء أي شيء تحفية تمثل تاريخ العراق قمت أجمعها. وضم المعرض أواني وأدوات تعود للعصر الملكي من تاريخ العراق السياسي ومعاهدات عثمانية، وحتى عملات نقدية قديمة لدول عربية وأجنبية، وصور وطوابع تحمل صور ملوك وزعماء العراق. هذا يعني راح يتعرف على حضارته، على تاريخه، يعني مو بس التاريخ العراقي، يعني يتعرف على حضارات الدول الباقية. وجمع لنا هاي التحف النادرة والثمينة جدا، يعني هسه يمكن إذا هي أول شيء ثمينة بقيمتها التاريخية والحضارية، والشغلة الثانية يعني قيمة مادية جدا عالية. المفروض أنه كل محافظة تقوم بأرشفة تراثها، على الأقل التراث المحلي بالمحافظة نفسها، خاصة بعض المحافظات ومعظم محافظاتنا بها تراث يعني عريق، خاصة الديوانية. وحسين فاهم لم يكتفي بهذا المعرض، بل أن منزله يضم أيضا الكثير من التحف والمقتنيات التراثية المختلفة. مختصون أكدوا وبعد أن تفحصوا هذه المقتنيات أكدوا أنها أصيلة وغير مقلدة. هي مقتنيات أصيلة ومن مناشئ رصينة، من مناشئ عالمية، من جهات ثقافية رصينة دولية، لأن ما يقرر هذا وما يأكد هذا طبيعة التصنيع والمادة المصنع من عندها. عملات ومقتنيات تمثل حقب مختلفة من تاريخ العراق السياسي والاجتماعي، ما زالت تحتفظ بعبق وذكريات تلك الأزمنة، خاصة الملكية منها التي امتازت بالأناقة. من الديوانية ميثم الشيباني، الحرة. ختاما مشاهدينا، هذا تذكير